بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أدركها من العلماء، أدرك آخر الأموية أول العباسية أبو حنيفة النعمان، وهو أول الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم ظهورا، وقد رزق ورعا عظيما. وأظن أن الفطنة التي فيه ناجمة عن ورعه، فورعه من الله جعل الله جل وعلا يفتح له ما أغلق من أبواب العلم. وقد قيل في حقه: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. نعم. الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، والذين قال هذا علماء أكابر ليسوا معجبين من العامة، إنما الذي قاله علماء. وأظن الإمام مالك قالها. وقال الشافعي في مالك: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وقال أحمد في الشافعي: كان أبو عبد الله كالشمس للدنيا والعافية للناس. وقال الشافعي في أحمد: تركت بغداد وما خلفت فيها أعظم ولا أشد ورعا ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل. هؤلاء الأئمة الأربعة. أبو حنيفة قلنا لما منع من الفتوى كانت له ابنة تأخذ عنه العلم، فجاءه أحد أبنائه يسأله فقال: يا بني سل هذه، وأشار إلى أخته: فإن أمير المؤمنين منعني من الفتوى. هذا ترى من الورع، لأن هذا لا يمكن أن يراد أن يكتسب به لا رضا السلطان ولا رضا الجماهير، لأنه في البيت ما حد يدري. ويومها لا تطير الركبان بما قلت كما هو في عصرنا. لكن بعد ذلك حفظت الكلمة. بعد أن مات علمنا. ثم ظهر مالك وكان يسكن المدينة رحمة الله تعالى عليه، وألف كتابه الشهير الموطأ، وهو أول كتاب، يعني الكتاب الذي وصل إلينا الآن لا يوجد كتاب بين أيدينا أقدم من الموطأ. ويقال أن أبا جعفر المنصور قال له: لم يبقى في الناس عالم إلا أنا وأنت. كان بعض الخلفاء علماء، فوطئ للناس كتابا تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس. وهذا يعني تأصيل في قضية المنهج. ومما يستملح في هذا المقام أنني عندما كنت أدرس في الكلية كنت هينا لينا على الطلاب وفي وضع الأسئلة. وكان لنا زميل قام في العلم اسمه الدكتور مختار الغوث، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكنه كان إذا وضع الأسئلة يضعها بشدة. فذات مرة رغب رئيس القسم أن نضع أسئلة لطلاب يختبرون لشيء عارض، والله لا أذكر ما هو الآن. فكان اللجنة في القسم نتشاور من يضع الأسئلة، فاختاروا رجلا أحد الزملاء يعني الفضلاء. فقال أحد الزملاء الآخرين، أظنه الدكتور سليمان، قال لمن كلف، قال: تجنب فيه شدائد مختار ورخص أبي هاشم. يعني لا تضع أسئلة سهلة مثل صالح، ولا تضع أسئلة صعبة مثل مختار. هذه ناجمة عن ثقافة، عن قول أبي جعفر المنصور: تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس. ممن ظهر في ذلك الزمان كذلك الشافعي رحمه الله في زمن العباسيين. نعم. يعني الأئمة الأربعة كلهم في زمن العباس تباعا. ظهر بعد مالك الإمام أبي حنيفة، ثم الشافعي على في عصر يعني لا لم يلتقيا. ثم ظهر مالك والشافعي. الشافعي أدرك مالك وأخذ عنه. أبو حنيفة مات 150، ومالك جاء الشافعي إلى المدينة وقرأ الموطأ وحفظه وقرأه على مالك، ثم ارتحل. كان قبل ذلك في هذيل 10 سنين يأخذ عنهم اللغة. فلما رآه أحد أمراء مكة قال: حرام أن يعيش هذا بين الأعراب. كان يرى فقهه، فكتب إلى مالك أو إلى والي المدينة يوصي به. فنزل المدينة وسكنها وحفظ الموطأ وقرأه على مالك، ثم ارتحل. ثم مر على محمد بن الحسن في بغداد. كان أبو حنيفة قد مات، ورثه محمد بن الحسن، ورث علمه، وهو أحد صاحبي أبي حنيفة، أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وكان محمد بن الحسن من الفصاحة بمكان، حتى كان يقال إن القرآن نزل بلغته، شدة فصاحته. كان سمينا رحمه الله. وقال عنه مالك وقال عنه الشافعي: ما رأيت سمينا أذكى منه أو أخف روحا منه. فأخذ عنه. فاستطاع مالك أن يجمع ما بين علم النقل، أخذه عن مالك. نعم. استطاع الشافعي أن يجمع ما بين علم النقل، أخذه عن مالك، وأن يجمع علم العقل والروية والفهم، أخذه عن محمد بن الحسن، يعني ما يسمى بالقياس والاستنباط.
تلميذ أبي حنيفة. تلميذ أبي حنيفة. جمع المدرستين وارتحل إلى مصر، فلما رآها ودخلها عاش فيها، وكانت قد أشبعت من مذهب مالك. فصلى ذات يوم بجانب رجل، فسمع رجل يدعو: اللهم أهلك الشافعي حتى لا يذهب علم مالك. وهذا يدلك على أن العوام عوام. فقال: تمنى رجال أن أموت فإن أمت طريق لست فيها بأوحدي. وذكر أبيات يعني فيها، ولا أدري هل كان الذي يصلي بجواره يعلم أنه الشافعي أو لا. والحمد لله الذي لم يعلم، وإلا لكان هو قتله. وألف كتابه الرسالة، أصل فيه تأصيلا علميا رحمه الله، كما ألف مالك الموطأ، وكل من الموطأ والرسالة مطبوع الآن كما نعلم ويدرسان. ثم ظهر الإمام أحمد، والشافعي الإمام أحمد أدرك الشافعي، ومر الشافعي ببغداد، فقام إليه الإمام أحمد يجله ويكرمه، وكان عنده أحد العلماء بجواره، فمر الشافعي على بغلة، فقام الإمام وأخذ البغل، يعني لجام البغلة بطرف البغلة، وأخذ يحدث الشافعي يأخذ عنه علما. فلما رجع الذي جلس كان يعني ما أحب أن يصنع أحمد، استنكر الموقف، ما أحب أن يصنع، يعني حسد الأقران. فقال: يريد أن يغير الحديث: بكم اشتريت هذا الثوب يا أبا عبد الله؟ قال: دعك من هذا والزم الجانب الآخر من البغلة. يعني لا تفوتها فرصة حتى لو في نفسك عليه شيء، والعاقل لا يمنعه بغضه لعدو لبغضه لأحد أن يأخذ منه. وهذه النفس تحتاج إلى كسرها إلى أشياء عظيمة، لكن لا يستطيع كل أحد أن يكسرها. لكن يعني ثمة أظنه أبو الوليد الباجي كان لم أنسى أوصى أحد بنيه، قال: يا بني لا تتقدم على من قدمه الناس، سواء قدموه لحق ولا قدموه لباطل. فالشافعي كان يومها قد ملأ الدنيا، فقام الإمام أحمد هو في جلالته يأخذ بلجام البغلة ويسأله. فلما رجع إليك ما كان ينبغي أن تسفه رأيه، يعني إذا كان العوام وجد منهم إجلال لأحد أنت لا تحاول أن تنقصه، فكيف إذا كان أجله رجل في مقام الإمام أحمد؟ لكن سبحان الله، يعني الكمال عزيز، ولا يعني قدحا في هذا الذي جلس وقال هذا الكلام، لكنه أوتي من شيء بسيط في نفسه، وإلا هو معدود من كبار العلماء، ولا أحب أن أذكر اسمه، يعني لا أريد أن أعرف بعلمائنا في موقف سوء رحمة الله.